اي حد مريض بعد كده هيخش مستشفى في الطوارئ هيتعالج مجانا. تعال اقول لك ايه اللي حصل. وزير الصحة اعلن القرار دوت، والحقيقة القرار دوت المفروض ان هو من بدري، ولكن للأسف مش كل المستشفيات بتطبقه. فوزير الصحة بيأكد على القرار دوت ان اي حد في خلال 48 ساعة من تواجده في المستشفى في حالة الطوارئ هيتم علاجه مجانا. وان تم تحويل طبعا مدير مستشفى مبرة مصر القديمة للتحقيق، لان هو بيصر ان هو بياخد فلوس في الطوارئ من الناس. وبالتالي هدفي من الفيديو دوت ان انت دخلت الطوارئ في خلال 48 ساعة، اول 48 ساعة في تواجدك في المستشفى من المفترض ان محدش ياخد منك فلوس خالص. طيب حد حاول ياخد منك فلوس، تتصل على طول ب 105 وتبلغ عن المستشفى دي. وانتوا بقى قولوا لي في كومنتات ايه رأيكم في قرار وزير الصحة، وامتى هيطبق بشكل كامل على كل المستشفيات.